نيويورك على حافة الإفلاس، واش بصح غيخلصوا الأغنياء الثمن؟ اسمع هاد الصدمة. مدينة نيويورك عاصمة المال في العالم كتعيش أسوأ أزمة مالية من 2008، وتقدر تكون حتى كفس من الكساد الكبير. العمدة الجديد زهران مامداني خرج بتصريح زلزل أمريكا. قال We are speaking about a fiscal crisis at the scale greater than the Great Recession. And so there will not be one single thing that can answer that crisis. It will require us to pursue every single avenue. That means looking inward into savings and efficiencies. That also means raising taxes on the wealthiest New Yorkers and the most profitable corporations. قال باللي كاين عجز ديال 12 مليار دولار في الميزانية، والحل عنده واحد وما عندوش جوج: خلصوا يا الأغنياء. مامداني اقترح ضريبة إضافية ديال 2% على أي واحد أو شركة كتدخل أكثر من $1,000,000 في العام. علاش؟ باش يخلص الديون ويوفر النقل والحضانات بالمجان للفقراء والطبقة المتوسطة. طبعا هذا القرار نوض قربالة. كاين اللي كيشوفوا بطل باغي العدالة الاجتماعية، وكاين اللي كيقول هذه هي النهاية ديال نيويورك والأغبياء غيهربوا منها. انت في نظرك واش فرض ضرائب خيالية على الأغنياء هو الحل للأزمات، ولا هادشي غيخرج على اقتصاد المدينة؟